في تطور جديد أثار جدلاً واسعاً في المنطقة، نقلت مصادر إعلامية عن إسرائيل أنها أصدرت تحذيراً للجزائر عقب نشر غواصاتها المتطورة قرب السواحل التونسية، مؤكدة أن استمرار هذا الانتشار قد يضع الجزائر ضمن حسابات الرد الإسرائيلي في حال حدوث أي تصعيد. وقالت المصادر إن تل أبيب تعتبر هذا التحرك العسكري الجزائري خطوة استفزازية قد تزيد من التوترات الإقليمية، محذرة من أي محاولة لتهديد المصالح الإسرائيلية في المنطقة. وأضافت التقارير أن إسرائيل شددت على ضرورة سحب هذه الغواصات لتفادي أي مواجهة محتملة قد تؤثر على الاستقرار الأمني في شمال إفريقيا. وفي المقابل لم تصدر الجزائر أي بيان رسمي حول هذا التحذير، لكنها أكدت سابقاً أن نشر غواصاتها يأتي في إطار حماية تونس ودعم الأمن الإقليمي، في ظل تصاعد المخاوف من أي تحركات عسكرية محتملة في المنطقة. هذا التبادل من التصريحات يعكس حالة من التوتر المتصاعد بين الأطراف المعنية، ويضع المنطقة أمام تحديات دبلوماسية وأمنية جديدة.